السلام عليكم، مرحبا بكم معايا من جديد متابعيا الكرام. في إطار الوصفات السهلة والخفيفة كيف العادة كيف ولفتكم. اليوم جبت لكم واحد الطبق سهل جدا وبسيط جدا، ما غير مكلف. اللي غادي نحتاج فيه شوية ديال الشيفلور، يعني واحد 3 د الريوس 4 ديال الريوس ديال الشيفلور، مع 2 حبات ديال البطاطا يكونوا شوية صغار. أنا خديت هادو اللي كيكونوا صغارين. غادي نسلقهم مع شوية ديال الملحة وشوية ديال ورق الغار، يعني على حسب الاختيار وعلى حسب المتوفر عندكم. ثم غادي نمعسو مزيان، يعني كما كتلاحظوا معايا كناخد ديك الآلة اللي كنعمعسو بها البطاطا ملي كتكون مسلوقة، كنمعسها جيدًا. نتوما على حسب الرغبة ديالكم، أنا خليتها شوية هكا يعني صحيحة ما هرستهاش مزيان. كناخد واحد الكمية ديال الكفتة، أنا عندي شوية ديال الكفتة اللي هي ديجا دايرة لها شرمولة ودايراها في الكونجيلاتور. غادي نضيف ليها واحد حبة ديال البيض، وكذلك غادي نضيف واحد شوية ديال القزبور والمعدنوس والثومة، الشرمولة بطبيعة الحال، الشرمولة المغربية شكون اللي كتخفى عليه، فالاختيار كيبقى لكم. ممكن ديروا شوية القزبور والمعدنوس مع الثومة، ممكن ديروا شرمولة كما درت، معلقة ديال الطحين، شوية ديال الإبزار، والتوابل كتبقى على حسب الاختيار ديالكم. أنا ضفت شوية ديال الخرقوم بلدي، شوية السكينجبير، شوية ديال التوابل مشكلة، بهارات ديال الشاورما وقزبور يابس وشوية ديال الكمون، وضفت القليل من الملح لأنه البطاطا والشيفلور مسلوقين في الملحة، وعندي ديجا الكفتة فيها شوية ديال الملحة، فاكتفيت غير بواحد شوية ديال ديال الملحة اللي ضفت. من بعد كنخلط هاد المكونات كلها مع بعضياتها. ممكن تستعملوا يديكم أولا غير بالفرشيطة كما درت أنا، فكتمزجوا العناصر كلها مع بعضياتها. بالنسبة للي كيبغي داك اللون اللي كيكون أحمر أولا هذا، ممكن يضيفوا شوية ديال التحميرة. أنا صراحة ماشي من عشاق التحميرة بزاف، ففضلت أنها تكون غير بحال هكا. كان عندكم إضافات شوية ديال الزيتون مقطع، شوية ديال الكورنيشون، يعني أي إضافة ممكن تزيدوها، فكيبقى الاختيار ديما ليكم، فهو مجرد اقتراح. وكنشوف القوام ديالو، كنشوفها بين يديا، يعني ملي كتكون شاده راسها هو هذاك. سينون كنزيد واحد شويه ديال الطحين، يعني على حسب الاختيار ديالكم. ثم كخطوه ثانيه كناخذ واحد المقيله كندير فيها شويه ديال الزيت. بالنسبه ليا انا كنفضل انه من الاحسن المقله اللي غادي نقلي فيها هاد الكرات هادو هي نفسها اللي غادي نطيب فيها مباشره. فانا المقله كانت شويه عندي صغيره، يعني ما كافيانيش، فاضطريت انني نقليها في هاد المقله هادي كما كتلاحظوا. فكندير دوك الكويرات يعني على حسب الاختيار، ومن بعد غادي ننقلها من هنا وغادي نطيبها في في الطاجين. مني كنديرها كتقلى كنبقى كنقلبها هكا بشويه، فهي كتكون لينه بطبيعه الحال. كنبدا كنقلب غير بشويه بيد ما كتحمر، ومني كتحمر ليا فتيكون هذا هو الشكل ديالها. فكنحيدها من المقله وكنحطها على جنب. فمن بعد ما كتقلى هادوك الكرات كنحيدهم وكنحطهم على جنب. كناخد الطاجين. من الأحسن أنه إلا كان عندكم يعني مقلة يعني كبيرة الحجم، و يعني طيبوا فيها مباشرة، يعني ما تحتاجوش أنكم تنقلوا من المقلة للطاجين كما درت أنايا. فكتبقى بنة خاصة، صراحةً كتكون بنة خاصة. فكنضيف شوية ديال الزيت زيتون، شوية زيت نباتية، ديك الطماطم اللي كتكون مقرضة، شوية ديال صوص طوماط، ممكن ديروا المركزة شوية، يعني على حسب الاختيار اللي عندكم وعلى حسب شنو متوفر أيضًا. بالنسبة للتوابل كذلك نفس التوابل اللي كنت درت في دوك الكرات هما اللي غنديرهم في هاد الطاجين مع الطماطم. هنا فقط ضفت شوية ديال الثومة بودر، لأنه أنا ديك الشرمولة ما كنتش مكترة فيها الثومة وأنا كتعجبني البنة ديال الثومة. ضفت شوية ديال القزبر يابس أيضًا، شوية ديال التوابل الكاري. من بعد كنخلّط هاد المكونات وما نساوبش الملحة أكيد. كنخلّط هاد المكونات مع بعضياتها حتى كتمتزج مزيان، مزيان. ثم
نخلّيها واحد شوية كطيب، يعني بين ما كيدخلها الطياب ديك مطيشة، لأنه صوص طوماط كتكون واجدة طايبة، فقط غير ديك المطيشة الخضرا اللي كنكونوا قرّدناها، هي اللي كنخلّيها تشد شوية طياب ولا تشد في راسها، عاد باش كنضيف دوك الكرات. وهنا ممكن إلا ما كانش عندكم الصلصة الجاهزة، ممكن أنكم تحكوا 2 حبات ديال الطماطم، أنا كنفضّل ندير حبة أخرى اللي كتكون مقرّضة باش كيبقى داك يعني ملي كتكون كتمضغوا داك الصوص كتحسّوا بالطماطم، يعني كتحسّوا بداك النكهة ديال الطماطم. من بعد كنجيب هادوك الكرات كنستفهم على حساب الذوق ديالكم والرغبة ديالكم، وكنخلّيها بين ما تصهّد واحد شوية، كنضيف لها شوية ديال الزيتون، وكنخلّيها كتكون واجدة، وهذا هو الطبق ديالي.